تصريح خطير من أسطورة الملاكمة مايك تايسون يفاجئ به إيمان خليف بعد فوزها بالميدالية الذهبية، ويكشف السر الخفي وراء دخوله الإسلام بسبب الجزائر. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم لإيمان خليف فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز البطلة الجزائرية إيمان خليف بالميدالية الذهبية في الملاكمة في أولمبياد باريس، فقد صرح أسطورة الملاكمة مايك تايسون وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة فوكس نيوز الأمريكية، وقال: برافو للبطلة الجزائرية إيمان خليف الذي جعلت العالم الغربي والأوروبي يبكي بسبب إصرارها وعزيمتها بفوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس. فهذه البطلة الجزائرية تعرضت لهجوم وحشي من جانب الإعلام الغربي ومن بعض رؤساء الدول الكبرى كالرئيس الأمريكي ترامب ورئيسة وزراء إيطاليا ورئيس الأرجنتين وإيلون ماسك، حتى أقحمت روسيا قضية إيمان خليف في مجلس الأمن. كل هذا لأن هذه البطلة الجزائرية فازت على كل خصومها، وخاصة على بطلة إيطاليا أنجلينا كاريني، والتي اكتسحتها في أول 46 ثانية بالضربة القاضية. وهذا الذي جعلت الإعلام الأوروبي والغربي يبكي بسبب هذه القوة الزائدة عند إيمان خليف. فأنا أدعم هذه البطلة الشجاعة، وخاصة أنها جزائرية، فأنا علاقتي قوية بالجزائريين، وخاصة أن سبب دخول الإسلام هو شيخ جزائري كان معي في السجن وكان محتجز بسبب الاعتقالات التي قامت بها الولايات المتحدة بعد 11 من سبتمبر، فهو أنقذني أكثر من مرة من الانتحار، وشاهدته خلال مرة يقرأ القرآن الكريم وكان يبكي وهو يقرأ، فقلت له: لماذا تبكي؟ فقال لي: أنا أقرأ سورة الرحمن وعندما أقرأها أبكي وبشدة. فقلت له: ترجم لي ما تقرأ. فعندما سمعت هذه الكلمات من القرآن الكريم كنت أبكي وبحرقة، وقلت له في الحال: أنا أريد أن أدخل الإسلام حالا. فقال لي: عليك أن تتطهر أولا وبعد ذلك تنطق الشهادتين. وبالفعل فعلت ذلك ونطقت الشهادتين وأصبحت مسلما، وعلمني هذا الشيخ الجزائري كيف أصلي وأقرأ في القرآن. وصراحة الإسلام غير حياتي، لأنني كنت أزني قبل ذلك وأشرب الخمور وأكل لحم الخنزير، وبعدما أسلمت بفضل الله بسبب صديقي الجزائري أصبحت مسلم ولا أتناول الخمور ولا أكل لحم الخنزير. فشكرا لهذا الجزائري الذي وقف بجانبي والذي بفضله أصبحت مسلم وما زلت على الحياة، لأنه أنقذني من الانتحار. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.